فيلمنا بيبدأ مع أسرة داني وسارة، واللي بيكون طبيعة عملهم إنهم بيشتروا المنازل المهجورة وبيعيدوا ترميمها وبعدها بيبيعوها. وفي يوم من الأيام وفي منزل من المنازل اللي بيرممها داني وسارة، بيستعين داني بدكتورة نفسية واسمها ألما عشان تشوف حالة ابنه إيريك، واللي دايماً بيقوم من النوم بالليل مفزوع. وفي أول جلسة ليها بتسأله الدكتورة عن سبب اللي فيه ده، فبيقول لها إيريك إن الأصوات اللي بيسمعها بالليل هي اللي بتصحيه من النوم مفزوع، وبيقول لها إنهم بيطلبوا منه إنه يرسم رسومات معينة. ولما بتسأله عن الأصوات والرسومات دي لمين، بيقول لها إنه ما يقدرش يقول لها الأصوات دي لمين ولا حتى الرسومات دي لإيه عشان ما تتأذيش. المهم بتخلص الدكتورة جلستها مع إيريك وبتقول لوالده ووالدته إنهم بسبب طبيعة شغلهم واللي هو التنقل من بيت لبيت خلى نفسية إيريك مش مستقرة، وده سبب الأوهام اللي عنده. وقبل ما تمشي بتقول لهم إنها هتمر تاني عشان تتابع معاه الجلسة اللي جاية. وبمجرد ما بتمشي الدكتورة بتاعته بنشوف إن جهاز الإشارة بتاع إيريك بيشتغل لوحده، فبيحط إيريك الجهاز على ودنه وبيسمع حد بيكلمه وبيطلب منه ينفذ شيء معين. وبنروح للدكتورة وفي طريق رجوعها من بيت إيريك، وأثناء ما بتسمع في الراديو إن الجو هيقلب وهيبقى كله ضباب، فجأة الإشارة عندها بتفصل من غير سبب. وفي نفس الوقت بيبدأ إيريك يرسم رسمة زي ما الأصوات طلبت منه، وبنشوف إن في حشرة بتظهر في عربية الدكتورة وبتدخل ودنها. وفجأة بنشوف الدكتورة شكلها اتغير وعينيها بقت كلها دم وفقدت السيطرة على أعصابها وعلى العربية، وفجأة بتدخل في الشجرة بالعربية وبيدخل جذع شجرة في وشها وبتموت. والغريبة إن إيريك بينتهي من رسمته، واللي رسمته كانت لنفس الشجرة اللي قتلت الدكتورة. وبعد شوية بيشوف والد إيريك عش للحشرات في البيت، فبيحاول يرشهم بالرش اللي معاه، والغريبة إن دي نفس الحشرة اللي تسببت في موت الدكتورة. وبعدها بيسمع والد إيريك إن إيريك بيكلمه على جهاز الإشارة وبيطلب منه إنه يجيب له الكرة بتاعته اللي وقعت في حمام السباحة، وبيحذره بعدها داني إنه ما يقربش من حمام السباحة هنا مهما حصل. وبعدها بنشوف إيريك في الحمام وبيسمع صوت جاي من جهاز الإشارة الإلكتروني وكأنه صوت والده، وبيقول له أنا بكرهك. ولكن الصوت ده بيختفي بمجرد وصول والدته للحمام واللي بيحكي لها على اللي حصل، ولكنها مش بتهتم بكلامه لأنها عارفة حالته النفسية. وبالليل بيصحى والد إيريك في التلفزيون عالم روحاني بيقول إن جهاز الإشارة الإلكتروني ممكن عادي جدا يكون ليه علاقة بالعالم الآخر، وممكن حد من العالم التاني يتواصل عن طريق الجهاز ده مع حد من البشر. ولكن والد إيريك مش بيدي الكلام ده أي اهتمام. وبالليل بيقوم داني على صوت باب حمام السباحة وهو مفتوح، فبينزل عشان يقفله. وفي نفس الوقت بيقوم إيريك من النوم على صوت الجهاز بتاعه، وبيسمعه والده على الجهاز التاني وهو بيرد على الأصوات الغريبة، وهو بيقول لهم إنه متعب ومش هيقدر يرسم دلوقتي. ولكن فجأة بنشوف خيال ظهر ورا داني واختفى تاني. وبنروح لإيريك اللي بيشوف هو كمان خيال لشخص واقف ورا الستارة، ولما بيركز قوي بيشوف رجلين شخص في المكان، ولكنه بيخاف وبيترعب وبيرجع بسرعة للسرير وبيغطي نفسه بالبطانية. ولكن بعد شوية بيوصل داني على صوت صريخ إيريك وبيحاول يطمن عليه. وتاني يوم الصبح وبعد رجوع إيريك من المدرسة، ولما بتيجي سيرة الدكتورة بتاعته، إيريك بيبلغهم إن الدكتورة ماتت. وفعلا بيتصل داني بالمدرسة وبيتأكد من الخبر. ولكن داني وسارة بيتصدموا في البداية من معرفة داني بخبر موت الدكتورة، ولكنهم بيتوقعوا بعدها إنه ممكن يكون سمع خبر موتها في المدرسة. وبعد شوية بيدخل داني على إيريك وبيحاول يفهم منه مين الشخص اللي كان بيكلمه في الجهاز اللاسلكي امبارح، وبيرد عليه إيريك وبيقول له إن كنت بكلمك أنت. فبيتصدم داني وبيسيب إيريك ويمشي. وبالليل بنشوف إن إيريك بيرسم رسمة تانية وبيعلقها وبيمشي. وبعد شوية بتسمع سارة صوت باب الحمام السباحة وهو بيتحرك، وبتصحي إيريك عشان ينزل كالعادة يقفله. ولكن لما بينزل تحت بيشوف باب البيت مفتوح، فبيقلق داني وبياخد سلاحه وبيتحرك لبره. وبنشوف إن نفس الخيالات اللي دايما بتظهر في المكان موجودة ورا داني. وبيخرج داني لبره البيت عشان يتفاجئ بلعبة إيريك على الأرض، فبيفضل ينده عليه بصوت عالي لدرجة إن سارة بتصحى على صوته من النوم. وأخيرا بيلاقي داني إيريك غرقان في حمام السباحة، وبيظهر تاني نفس الشيء اللي بيراقبهم من البيت، وبيكون في أوضة إيريك. وبعد دفن إيريك كان صعب على سارة إنها تقدر تعيش في البيت اللي فقدت فيه ابنها، وبتقرر إنها تجهز شنطتها عشان تمشي. وبتقترح على داني إنه لازم يسيب البيت ويرجع معاها، ولكنه بيرفض وبيقول لها إننا دفعنا كل اللي نملكه في البيت ومش هيقدر يمشي غير لما يرمم البيت ويبيعه. وبتتحرك سارة وبترجع لبيت والدها وبتسيب داني لوحده في البيت. وبالليل بيشغل داني فيديوهات إيريك التذكارية، ولكن فجأة بيسمع صوت جاي من الأوضة اللي بره، ولما بيلتفت بيلاقي النور اشتغل لوحده، فبيتحرك عليها. وبعد ما بيطفي النور فجأة بيشتغل التلفزيون بعد ما كان مطفي، وبيطفيه وبيسمع صوت إشارة في اللاسلكي بتاع إيريك. ولما بيفحص اللاسلكي مش بيلاقي حاجة فيه، فبيفتكرها تهيؤات وبيمشي. والصبح بيصحى التليفون من زوجته سارة وبتبلغه إن الرسالة اللي بعتها لي امبارح بالليل ما قدرتش أفهم منها حاجة، لأنها كانت عبارة عن صوت حد بيصرخ وبيستغيث. وبيستغرب داني من اللي بتقوله سارة، فبيراجع الفويس تاني وبيتأكد إن في حاجة غريبة في الفويس.
فبياخد الفويس وبينزله على الكمبيوتر وبيحاول يمنتجه من تاني. وفجأة بيسمع صوت ابنه في الفويس بيقول له ساعدني أبي، فبيتصدم داني من اللي سمعه، وبعدها بيقرر يقابل الدكتور الروحاني اللي كان سمعه من فترة بيتكلم في التلفزيون عن الأموات اللي بتواصلوا مع الأحياء عن طريق الأجهزة اللاسلكية. وبيوصل داني للدكتور وبيعرض عليه إنه يساعده بعد ما يسمع الفويس اللي فيه صوت استغاثة ابنه إيريك. وعلى طول بيقرر الدكتور إنه يزور داني في ديتو عشان يدرس الظاهرة اللي حصلت ويساعده. وأول ما بيوصل الدكتور بيلفت نظره شيء غريب في الأوضة اللي فوق والخاصة بإيريك، وبيتحرك حوالين حمام السباحة. وبيأكد له داني إن إيريك لما غرق في حمام السباحة ما كانش لوحده، وإن في حد تسبب في غرقه. وبنشوف روث بنت الدكتور وهي بتحضر الكاميرات والأجهزة الخاصة بالكشف عن الظواهر والأصوات الغريبة في البيت. وبيبدأ الدكتور يمارس عمله وروث بنته بتتابع الكاميرات الحرارية. وفجأة بنشوف شخص قاعد على السرير بتاع إيريك وبتكون فاكراه داني. ولما بتطلب روث من والدها إنه يخرج داني بره الأوضة، فبيقولها خرمان إن داني قدامي بره البيت أصلاً، فبتطلب من والدها إنه يطلع لأوضة إيريك عشان يتأكد من الشخص اللي فوق. وأول ما بيطلع فوق وبيدخل الأوضة وبيقف قدام السرير بتكلمه روث في السماعة وبتعرفه إن دلوقتي المفروض إنه واقف قدام الشخص اللي ظاهر عندها في الشاشة، وبيحاول بالجهاز اللي ماسكه إنه يسمع الشخص ده بيقول إيه. وفجأة بيسمع أصوات ووش كبير بيأثر عليه. وبالليل بيصحى خرمان مفزوع من النوم، وبعدها بيسمع صوت بينده عليه زي صوت زوجته صوفيا اللي ماتت. وبيتحرك ورا مصدر الصوت وبيوصل للمطبخ وبيشوف زوجته واقفة في المطبخ وبتديله سكينة وبتفضل تقطع في ايده، ولكن بتوصل بنته وبيفوق خرمان من الوهم وبيلاقي نفسه لوحده في المطبخ وهو اللي بيقطع في ايده. وبالليل بتصحي سارة والدة إيريك على تليفون من رقم مجهول، ولما بترد بتسمع صوت ابنها إيريك وبيقول لها انها تنقذه من الراجل اللي والده جابه للبيت، وبيقول لها انه مستنيها في اوضته. وبتتحرك سارة على البيت، وقبل ما توصل سارة بتشوف روث مجموعة حيوانات ميتة ومتعلقة بالشجر، وبتبلغ داني وخرمان باللي شافته. فبيحفر داني حفرة وبيدفن فيها الحيوانات، وهنا بتوصل سارة وبتشوف الحفرة بالحيوانات اللي فيها، فبتقلق من خرمان وبتفتكر انه قتل الحيوانات دي من ضمن طقوس خرمان. وبتطلع سارة لأوضة إيريك تدور عليه زي ما قال لها في التليفون، ولكنها مش بتلاقي حد. ومرة واحدة بيظهر قدامها، ولما بتقرب عشان تاخده في حضنها بيجري منها تحت السرير. ولما بتنزل عشان تبص عليه تحت السرير بتلاقي رجلين شكلها مخيف واقفة قدامها ومش بتتحرك. ولما بتقوم عشان تشوف وش الشخص ده مش بتلاقي ليها أي أثر، وبتنزل تاني بتلاقيها موجودة. فجأة بتقع لورا وبيظهر وراها شيء مرعب. وبنرجع لخرمان وسارة اللي تواصلوا إن البيت ده أصلاً كان عبارة عن محكمة بيستخدم في العصور الوسطى لتعذيب الأبرياء من النساء، وغالباً المحاكمات فيها كانت بتتم بطريقة غير عادلة. وأثناء ما هما بيتكلموا مع داني وفجأة بتقع سارة من الدور اللي فوق وهي متعلقة في حبل المشنقة وبتموت سارة. وبنشوف نفس الحشرة اللي خرجت من ودن الدكتورة آلما لما ماتت خرجت دلوقتي من ودن سارة بعد ما ماتت. وبعد شوية بحث عن حل اللغز المحكمة بيعد الدكتور خرمان على بنته راث إنهم لازم يلاقوا ريفات الناس البريئة اللي ماتت هنا عشان يتغلب على لعنة المنزل. ولكن راث بترفض إنها تكمل هنا وبتقرر إنها تسيب البيت وتمشي. وبنروح لداني اللي بيكون قاعد في أوضة إيريك حزين، وفجأة بيظهر قدامه سارة وإيريك من ورا الستارة، ولما بيقرب عشان يشوفهم بيحتفوا تاني. وفجأة في الوقت اللي راث بتلم أدواتها وحاجتها فجأة بيشتغل الفيديو الخاص بالكاميرا اللي صورت فيديو موت سارة. ولما بتراجعوا هي وخرمان بيكتشفوا إن في كيان غير مرئي هو اللي تسبب في موت سارة. وعلى طول بيتحرك خرمان وراث لأوضة داني وبيقولوا له إذا كان عايز يجيب حق سارة وابنه من البيت يبقى لازم يوصلوا للمكان اللي كانت بيتم فيه المحاكمات هنا. وبيقول خرمان إنه قدر يوصل للصورة على النت من المكان اللي كانت بيتم فيه المحاكمات هنا، وداني بيقول له إنه يعرف إزاي يدخل تحت البيت. وبيتحرك الكل على هناك وبيدخل داني من المكان اللي كانت بتطلع منه الحشرات، وفعلا ده السلم اللي بيوصل لتحت البيت والمحكمة. وهناك بيلاقوا جثة لسيدة محروقة وأسنانها متخلعة، وبيقرب منها خرمان وبيحط إيده على القفص اللي هي فيه وبيقدر يشوف اللي حصل معاها بالظبط. وبيشوف الناس بتطلق عليها اسم الساحرة وإنها لازم تموت، وعشان كده حبسوها في القفص لحد ما ماتت. وبيقول خرمان حسب التقاليد القديمة إنك عشان تخلص من شر الساحرة لازم نحرقها. فبيطلع خرمان وداني وبياخدوا البنزين اللي موجود في البيت، ولكن خرمان بيطلب من داني إنه يحاول يلاقي بنزين أكتر من كده لحد ما هو ينزل تحت يرش البنزين اللي معاه على قفص الساحرة. وبيطلب من بنته راث إنها تستنى هنا في البيت وما تنزلش وراهم مهما حصل. وبيرجع خرمان لتحت البيت وفجأة بيسمع أصوات صريخ وبيشوف أدوات تعذيب كتير في المكان، وبيشوف إزاي كانوا بيعذبوا النساء هنا قبل ما يقتلوهم. ولكن فجأة بتظهر قدامه شبح الساحرة وبيبدأ الكشاف يفصل ويشتغل، وبتقرب منه الساحرة وبتهجم عليه. وبتسمع روث صوت معاها في البيت، فبتتحرك على مصدر الصوت وبتشوف إن في حد واقف عند الشباك.
ولكن مش بتقدر تحدد هو مين. وبتطلع واحدة ست وبتكون والدة روث، ولكن روث بترفض إنها تصدقها، ولكنها بتقرب منها وفجأة بتظهر من وراها وبيكون شكلها مرعب. وبنروح لداني اللي بيكون جاهز البنزين من جراج البيت، وفجأة بيسمع صوت جاي من بره الأوضة، وفجأة بيشوف كورة الإيريك اللي كان بيجيبها ليه داني من حمام السباحة، وبيقرب من الكورة عشان ياخدها. وفجأة وبتظهر قدامه الساحرة وبيقع على الأرض عشان يشوف قدامه مراته وابنه تاني، وبيقرب منهم وبتطلب منه إنه ما يحرقش البيت لأنه مش هيقدر يشوفهم تاني. وبيتفاجئ إنه حاضن الساحرة. وبنرجع تاني لخرمان اللي بيجهز البنزين اللي هيولع بيه في المكان، وفجأة بتلاقي الساحرة اختفت من القفص، وبتظهر بنته قدامه بتكون عينيها كلها دم أحمر، وبتضربه بالسكينة، ولكن خرمان بيضربها على دماغها وبيضرب طلقة نار في القفص بتاع الساحرة وبيولع في المكان. وفجأة بترجع روث لطبيعتها وكمان داني، وبتاخد روث والدها وبتحاول تخرج بره المكان. وبيرجع داني لأوضة إيريك وبيبدأ يبص في الصور اللي رسمها إيريك، وبيلاقي إن كل صورة فيهم بتمثل الطريق اللي مات بيها كل اللي ماتوا هنا. وبعدها افتكر إن هو المسؤول عن موت ابنه بعد ما وصلت الساحرة لداني في نفس اليوم اللي مات فيه إيريك، ودخلت الحشرة في ودنه وهو نايم. وساعتها قام وخرج بره البيت، وهو اللي أخد إيريك وغرقه في حمام السباحة، ورجع تاني نام. وساعتها مش بيقدر يسامح نفسه وبيضرب نفسه بالنار. وبنشوف الرسم الأخيرة لإيريك واللي بتمثل طريقة موت والده. وبكده بينتهي فيلمنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة.